بسم الله والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أول حاجة كده احنا هنطبخ النهاردة بطاطس مطبوخة، وهنعمل كمان مكرونة. بس خليكم معايا كده علشان أنا كنت عايزة أتكلم معاكم في كلمتين. طبعا هدف الفيديو ده هو أصلا كان في الأول أنا كنت ناوية أطبخ وكده. لا، لنهاية الفيديو أنا هنا ما كملتش على فكرة الفيديو خالص. آه طبعا انا قلت لكم ان انا كنت ناويه ادمج الفيديو بتاع الطبيخ مع تنظيف المطبخ، لان انا زي ما قلت لكم عايزه اتكلم معاكم في حوار مهم جدا كان حصل معايا، وبصراحه ضايقني جدا جدا. او يعني انا مش هقول لك هو ضايقني للشخص اللي هو عمل الحركه دي او قال الحاجه دي، بس ان احنا هنفضل طول عمرنا، يعني لحد امتى هنفضل كده؟ يعني لحد امتى هنفضل حقوديين وبنغل من بعضينا وقلبنا مش نظيف؟ يعني هنفضل لحد امتى؟ ده انت كمان انت مش عارفه احنا في شهر شعبان. يعني انت لو شايله حقد من حد او بتحسدي حد او شايله حقد في قلبك لاي حد او شايلين حقد لبعضينا، احنا اعمالنا ما تترفعش. انت متخيله دي؟ يعني انت عارفه دي؟ طبعا انا هنا مش هقعد اقول لك مثلا انا بطبخ ايه وبعمل ايه. طبعا قلت لك انا بطاطس مطبوخه، وزي يعني الفيديو والصوره بتتكلم عن نفسها. تمام. زي ما قلت لك هو هدف الفيديو ان انا اتكلم معاكي واقول لكم على اللي مضايقني، لعل يعني يكون واحد كده يسمع كلمه، ولو بيعملها بلاش يبطلها ما يعملهاش. تمام. الفيديو ده اصلا كان بقاله فتره وانا ما نزلتهوش لان ظروف صحيه وتعبت وكده. يعني الفيديو ده اصلا وانا بطبخ انا كنت ناويه اكمله للنهايه، فانا الفيديو والله انا مش متذكره حقيقي لان هو فعلا بقاله فتره، يعني بقاله كام يوم. انا في اليوم ده انا كنت بستعجل في الاكل علشان اروح درس القرآن، او كنت رايحه اعمل اشعه تقريبا. مش متذكره هو كان عشان ايه. طبعا الفيديو لما بيبقى في مصور ويتسجل في وقتها بيبقى طبعا احسن، بتبقى حافظه كل الحاجات اللي حصلت او كده. وبالذات لما يكون عايزه تتكلمي في حاجه او روتين في البيت او بتنقلي حاجه او بتظبطي حاجه، طبعا كده يعني زي ما قلت لكم. المهم انا قلت هدمج الفيديو الاتنين وكده، لان انا زي ما قلت لكم انا ما كملتوش. فايه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه هو بقى الموضوع اللي انا عايزه اكلمكم فيه؟ ما تعرفوش والله العظيم انا سجلت الفيديو ده قبل كده ومسحته، والله العظيم زي ما بكلمكم. بس زي ما أنا قلت لكم انا حبيت ان ارجع اسجله تاني، لعل سبحان الله ايه يعني ننظف قلوبنا كده شويه ونتعظ شويه من المواقف اللي بتحصل. فيديو السمنة هو أصلا وحياة ربنا مكان أصلا للسمن، مع إن في بنات وفيه ناس بتخش المطبخ أو لسه أول مرة تخش المطبخ متعرفش أصلا تسيح سمن. وهو زي ما أنا أصلا في البداية أنا ما كنتش بعرف أسيحه، فطبيعي إن أي حد دخل المطبخ أول مرة أو عروسة لسه جديدة أو بنوتة لسه جديدة أكيد إنها مش عارفة يعني. فأنا مش أول واحدة يعني إن هي تسيح سمنة على اليوتيوب. بس أنا هرجع برضو أقول لك أقسم بربي ما كان هدفه تسييح السمن إطلاقا. كنت انا لما نزلت الفيديو ان انا اعرف الناس، في ناس طبعا ما تعرفش يعني ايه اصلا دهن، وفي ناس ما تعرفش ان هو ممكن نستخدمه في الاكل. ما هو انا مش انا بس اللي ببقى عارفه كل حاجه، او ده ممكن انا ممكن في اماكن او في محافظات او في بلاد بيعملوا حاجه عندنا احنا مثلا هنا ما بنعملهاش. فايه فبنعرف عن ايه، او احنا اتعلمنا اصلا كلنا عن طريق ايه. اكتر ناس اتعلمت عن طريق اليوتيوب اللي لما تكون متعلمه حاجه في حياتها يعني. فانا قلت ايه، طب الدنيا غلا. هو كيلو السمنه ساعتها، كيلو السمنه الزبده ما اعرفش كان ب 80 جنيه، هو دلوقتي بقت عدى ال 100. هنا انا على فكره كان عندي حمامه، كان قطعتين فراخ بساط. فقلت لقيت الحمامه دي محشوره كده في درج الفريزر يا جماعه، فقلت ايه اعملها واكمل بيها يعني. علشان اعرفكم ان انا على فكره ما ببالغش في اي حاجه ومش بافر باي حاجه. انا لما بطلع مش بطلع ما شاء الله تبارك الرحمن بنص عجل يعني. لا ده على قدي على فكره. انا ومعصومه وجودي نفرين، يعني محتسم وجودي اتنين، ومراد لسه صغيره انا مش حاسباه اصلا فرضه، لسه حاجات بسيطه خالص اللي بياكلها. فانا لما بعمل قطعتين ثلاثه ممكن ازود حته على قد ما انا وولادي هنقدر ان احنا ناكل، يعني على قد ما نقدر ان احنا ناكل. فما ببالغش يا جماعه في الاكل. انا ما ببالغش والله العظيم، انا محروقه اصلا وانا بقول لك انا ما ببالغش في الاكل، لان انا عارفه ان انا اقل الناس اصلا. وناس كتيره بتعمل حاجات كتيره اشكال والوان. يمكن انا اصلا القناه ساقطه مني ما بعملش فيديوهات اصلا كتير. وزي ما قلت لكم انا برضو مش مديه يعني اهتمام للقناه اللي هو، لا انا زي ما ربنا، انا عندي امل في الله، فزي ما يكون ربنا ميسر لي انا هعمل. ممكن ما اكونش بنزل فيديوهات كتير لان انا كمان يعني ربنا يا رب يعافينا كلنا، انا بتعب كتير. وكمان مش مرتبطة باليوتيوب بس، يعني انا معايا اولادي. معايا معتصم في سنة 5 ابتدائي وجودي في سنة 3 ابتدائي.
طبعًا أكيد بيذاكروا وباحفّظهم قرآن، وأنا كمان باحفظ وبيبقى عندي دروس، فأنا مش مفرّغة، مش واحدة قاعدة مفرّغة نفسها لليوتيوب علشان أعرف مين اللي بيتكلّم ومين اللي ما بيتكلّمش. طبعًا اللي اتكلّمت عليَّ الكلام ده يعني قد تكون أصلًا تعرف إن أنا سبحان الله يعني أكيد إن أنا بمشيئة الرحمن أنا هاعرف ماشي، فقعدت اتكلّمت إيه بقى يا حبايبي، ده عارفين فلانة الفلانية ده منزّل 4 كيلو سمنة، إيه ده! هو الناس لاقية تاكل عشان هي تنزّل 4 كيلو سمنة؟ أيوه طبعًا ما هي من دي ما جابتش مين يجيب؟ لو هي دي ما جابتش 4 كيلو سمنة مين يجيب؟ يا جماعة ده أنا مش نازلة ب10 كيلو سمنة ولا ب20 كيلو سمنة، يا جماعة ده 4 كيلو سمنة وحياة ربنا ما كانوا مكملين 4 كيلو أصلًا. فضلت بقى تشتغل عليَّ وتنِم عليَّ وتتكلم عليَّ. بُص أنا هاقول لكم، عارفين اللي كانت بتتكلم عليَّ دي حافظة القرآن من الجلدة للجلدة، آه والله العظيم، فعلًا حافظة القرآن، بس أكيد طبعًا هي حافظاه يعني بُصّوا عارفين الحافظ مش فاهم؟ كنت سمعت كلمة من حد يقول له: "يا عم اسكت ده أنت حافظ مش فاهم." عارفين الحافظ مش فاهم؟ هو ده بقى، هي حافظة مش فاهمة، لإن هي لو فاهمة اللي بتحفظه وفهمِت اللي حفظته وتعرف أصلًا عن ربنا يعني القليل، طبعًا إحنا كلّنا عيوب، إحنا كلّنا عيوب وأكيد بنغلط، بس بصراحة مش بطريقة البني آدمة دي، يعني بجد مش بطريقتها. أنا يمكن لمّا سجّلت الفيديو ده قبل كده اتنرفزت فيه، بس أنا حاولت إن أنا أكون هادية، علشان كمان الناس مش ذنبها حاجة إن أنا أطلع يعني رخمة وبلطة والكلام ده يعني. طبعًا هنا أنا قُلت بقى أشطّب المطبخ، أنا ما أعرفش أني ظهرت الحتّة اللي هي الأولانية اللي فيها كركبة والدنيا بايظة وكده، مش عارفة الحتّة دي ما ظهرتش، لإن زي ما قُلت لكم أصلًا الفيديوهات دخلت أصلًا في بعضيها، تمام، فطبعًا البوتاجاز كان مبهدل، أنا كان في حتّة بس تقريبًا اتحذفت، يعني مش عارفة والله هي راحت فين، كنت باوريكم المطبخ قد إيه هو مش نضيف يعني، كنت كمان على البوتاجاز كنت مريّشة فرختين بلدي، فطبعًا البوتاجاز كان متشعوط يعني، أكيد لمّا أنا آجي أغسله هتشوفوه يعني. المهم يا جماعة أنا اللهم صل على سيدنا محمد، أنا يعني بُصّي لمّا أنتِ عارفة الحسد أنا ما باخافش من يعني من الكلام وكده، بس أنا باخاف من الحسد، أنا باخاف أيوه من الحسد لإن نبينا صلى الله عليه وسلم يعني كلمنا عنه، والحسد أصلًا اتذكر في القرآن، فلمّا يتذكر في القرآن لازم أنا أخاف. بس هاقول لِك بقى، عارفين أنا ما باخافش من مين؟ من الفقير، عارفين الفقير لمّا ينُق عليكِ أو مش شرط أنا بس يعني أنا والله العظيم أنا قُلت لكم أنا أقل الناس، أنا ما باخافش من حد يتكلم عليَّ. لمّا واحد فقير ينُق على واحد مثلًا مبسوط داخل بفاكهة أو داخل بأكل أو داخل بشوربة أو بيعمل أكل معيّن أو جايب لبس الولاد أو إلخ، الواحد أرجع مع نفسي كده أقول المفروض نلتمس له العذر، أصل ده مش طايل، إيديه مش طايلة، إنّما لمّا تكون أنتِ أصلًا يعني أنتِ مبسوطة عن اللي أنتِ بتنُقّي عليها، قد تكون أصلًا عندها محل و2 لأ بتنُق عليَّ، عارفين بتنُق عليَّ ليه يا جماعة؟ علشان أنا جوزي بيسافر برّه، علشان أنا جوزي من المغترب. لعبت معاهم المغتربين، ده الدولار مش عارفة إيه، يعني هو كل واحد مغترب يا جماعة بيقبض بالدولار؟ ما بتبقى في ناس واخدها كفيل 3000 4000 زي ما يكونوا متفقين، زي ما قُلت لكم بيبقى واخدهم كفيل، متفقين على المرتب قبل ما يطلع، الدرهم رفع، العملة الدينار غِلي، الدولار نزل، الدولار زاد، هُم بيبقى طالعين متفقين، دي أول حاجة للمغترب. تاني حاجة المغترب لمّا بيروح مثلًا يغيب سَنة، مش بتبقى السَنة كلّها شغّالة، ممكن يشتغل شهر والشهر لأ، فمعاليكِ يا باشمهندسة، يا دكتورة، يا حلوة، يا بنت الناس المحترمة، ممكن الواحد يشتغل شهر وييجي الشهر التاني يقعدوا ما يلاقيش أصلًا ياكل، لإن الشهر اللي معاليكِ قبضه في الأول أو أي حد بيتكلم عن المغترب أو أي حد بيتكلم عن المغترب، الشهر اللي هو أصلًا قبضه مش هيكفّيه هو بقى لمّا مصاريف ولاده في الشهرين اللي هو يبعته لهم كل شهر، ولمّا ييجي يقعد مش هيبقى أصلًا لاقي إن هو يبقى معاه تاني، أو بالفرض ممكن يلاقي يا ستي، هيبعت نُصّهم لأهله والنُص التاني لمّا ييجي يقعد شهر يصرف منه، دي حاجة. تاني حاجة يا جماعة إحنا بنتكلم على المغترب ليه يا جماعة؟ يا جماعة أنتم والله العظيم 3 يعني الغُربة دي قطعة من جهنم أقسم بالله. أنا واحدة كلموني أنا من ساعة ما اتجوزت جوزي وهو بيغترب، يعني أنا متجوزة بقى لي 11 سنة، ممكن يكون جوزي قعد معايا رمضانين، نُص ونُص كمان مش الشهر من أوله، نُص ونُص. أنا مش قادرة أقول لكم على كمية الحزن وحياة ربنا، أقسم بالله زي باكلمكم، اللي أنا بابقى حاسة فيه لمّا ييجي عليّا رمضان. يا كمان يمكن أنا كمان في الأول أنا أصلًا في الأول ولادي صغيرين أنا كنت باقضّي رمضان مع أهلي، عارفين اللي كنت باقعد كده نِفسي كده إن أنا أقعد في بيتي وولادي يبقوا حواليّا وجوزي يبقى معايا، ده كنت فاقداه. كنت باقضّيه مع أهلي، لمّا ولادي بقى كبروا طبعًا بقيت فاتحة بيتي وقاعدة في بيتي، الأول ولادي كانوا صغيرين وما كانوش بياكلوا، فأنا طبعًا ما كنتش باكل ولا باشرب. أنا حاليًا لمّا جوزي ما يبقاش معايا وآجي أقضّي يوم في بيتي أو في شقتي، أنا مش بافطر، أنا باعيّط بس، تعالي بقى للعيد،
كمية عياط رهيب. ده مني. تاني حاجة من ولاد، احنا هنروح نصلي العيد مع مين؟ مش لو بابا هنا كنا رحنا صلينا العيد مع بابا ويقعدوا يعيطوا ويقعدوا يزعلوا. فكان دايما ربنا يا رب يبارك لي في اخواتي، كانوا يخلوا ولادي يباتوا عندهم علشان يروحوا مع اخوالهم يصلوا العيد، اللي هو معتصم سيبيه يبيت هنا علشان يروح يصلي معانا العيد. طبعا انا اوقات كنت بوافق واوقات كنت برفض ان هو لا يبقى معايا والبسه ومش عارفه شو الكلام ده. اوقات كانوا بيباتوا عند اهلي واوقات كانوا بيباتوا معانا. انا مش قادره اقول لكم كده وهي بتغسل السجاده وبتنظف الشقه وبتعمل وجوزها هنا وفي فوقيه وتحتيه وحواليا، وانا قاعد اقسم بالله انا طبيعتي ما بطيقش دبانه تزن في الشقه. انا كنت باجي في الايام دي بالاخص ما كنتش بعمل اي حاجه في البيت، اللي هو الاكل وشرب بس، حاجات روتينيه تعيشني. ما كنتش بعمل اي حاجه في البيت، ما كنتش اجيب اي حاجه في البيت. كنت اول ما اقوم الصبح ابويا يروح رنن عليا، تعالي يا مها عندنا، تعالي عيد العيد معانا. ده مين؟ ده والدي. لا مش تعالي، انا اهلي اصلا ما كانوش بيقولوا هنا لان هم كانوا بيستنوني انا ان انا نروح، لان هم مش عايزين ان انا نقعد في الشقه هنا. هحكي لكم كمان موقف حصل. ليه انا بحكي لكم ده؟ علشان بجد يا جماعه تعذروا الناس المغتربه. بنت جودي بنتي كان عمها جاي وكده، فبابا جاي، بابا ده ابنه يعني، ابن سيلفي. فراح اتعلق على رقبه ابوه وبقى مبسوط قوي. بنتي جودي جت تعيط، هو بابا اشمعنى بابا اللي بيأخر، بابا لسه ما جاش، مش عارفه ايه كذا كذا كذا. وقعدت تعيط، قعدت احايل فيها. تتخيلوا ده يعني انتوا شايفين الموقف ده ازاي؟ لما طفل يبقى محروم من ابوه في عيد وفي موسم وفي حزن وفي فرح وفي تعب، تبقى شايفه نفسك انت وولادك. انت بقى هتيجي تقارني نفسك بدي؟ لا، انت ما تقارنيش نفسك بدي، عشان انت عمرك اصلا ما تعرف تقارن نفسك بدي ولا انت تعيش. ما انت بتتكلمين على 4 كيلو سمنه، انت اصلا مبسوطه عني وانت اصلا تمتلك فلوس عني، تمام. انت لما تكوني مش عارفه تجيبي كيلو ولا 2 كيلو سمنه، يبقى يا حبيبه قلب العيب ده فيك. انت بتاخدي، انت واحده عندك فلوس وبيخش لك دخل ومعاكي فلوس، ازاي مش عارفه تجيبي كيلو سمنه ولا 2 كيلو سمنه ولا 4 كيلو سمنه؟ يبقى العيب فيك يا حبيبه قلبي. ما تجيش تقولي يا اصل انا مش عارفه اجيب، اصل انت ست فاشله. عرفتي؟ اصل انت ست فاشله وكمان ماسكه على الدنيا بطريقه رهيب، واصلا ممكن ما تكونيش ماسكه عليها اصلا، ممكن تكون انت ست فاشله اصلا وبايظه، عشان كده مش عارفه تجيبي كيلو سمنه ولا 2 كيلو سمنه لاولاد. انت بتكلمي ايوه يا ست، انا بوكل ولادي سمن بلدي. انا لما اكون معايا عيال ضعاف مش اللي هم بياكلوا واجا كمان في ده، ادهم زيت وادهم مش عارفه ايه، ايوه طبعا ولادي هيضعفوا. لا انا لازم اجيب ايوه ولادي زبده ايوه، بدل ما راح اتفشخر كده واجيب لي عبايه ب 2000 ولا ب 3000 جنيه ولا اجيب لي عبايه ب 1000 جنيه. لا انا لو ما معيش اللي هو ال 1000 جنيه ده مش هروح اجيب بيه عبايه، هروح اجيب بيه لاولادي سمن بلدي عشان اغذي ولادي. بمعنى ما بتفشخرش لما يكون انا في ايدي فلوس معينه، لا ما اروحش ان انا اتفسخر بيها او اجيب لبس بيها او دايما بشوف الاولويه والاحتياجات اللي انا ممكن احتاجها في بيتي. ليه؟ علشان انا مش فاشله زيك. مش شرط ان انا رحت جبت 4 كيلو سمن ان انا ما شاء الله تحت البلاطه عندي فيه فلوس كتير، ولا انا احتكم على فلوس كتير من الغرب. لو انا احتكم على فلوس كتير من الغربه كنت قعدت جوزي اللي كل يوم يعني بيعدي عليا اليوم بيعدي عليا سنه من الخنقه والضيقه والتعب. بتحسديني انا؟ ما هو والله العظيم انا اقول لك ايه، ما هو اصل الحسد ابن كلب والله العظيم، ما يعني ولا كلمه. انت بتحسديني انا؟ يعني انا اقول لك انا فيا ايه؟ اقول لك انا فيا ايه؟ يعني اقول لك يا رب تبقى حياتك زي حياتي طالما انت بتنق عليا على 4 كيلو سم؟ انا مش هنق عليك واقول لك يا ريت يا رب تبقي زيي علشان ما تتكلميش وتجيبي سيرتي هنا وهنا. انا اللهم لك الحمد، اللهم عافيني يا رب. طبعا انا مهما كنت تعبانه فالحمد لله انا بحمد ربنا انا احسن من ناس كتير. انا اللي بتكلمك دي عندها في عنقها 4 غضاريف وعندها في ظهرها 4 غضاريف كمان، يبقى كام غضروف؟ 8 غضروف، 8 غضروف. اقسم برب العز زي ما بكلمكم، انا في عنقي 4 غضاريف وفي ظهري 4 غضاريف. تفتكري بقى انا لو معايا فلوس كنوز الدنيا كلها، الفلوس ولا صحتي؟ طبعا. عارفين المحسود على الفاضي والمنقوع على الفاضي؟ انا والله العظيم انا محسوده على الفاضي، انا البني ادم محسوده على الفاضي. والله العظيم فعلا محسوده على الفاضي اقسم بالله. والله انا لو معايا فلوس فعلا ما كنتش بقى ده حالي، والله ما كان بقى ده حالي. وحتى يا جماعه والله العظيم لو معايا فلوس، ما انا قلت لكم لو انا جوزي بيجيب شكاير فلوس من الغربه، فالفلوس مش هتكفيني ومش هتعوضني. يعني انا بالفرض زي ما انتوا الناس فاكره ان انا معايا فلوس بالكوم، ما كنتش خليت جوزي اغترب والله العظيم. كنت قعدته جنبي، كنت قعدته جنبي وجنب ولادي. ابني كل يوم بيكبر عن يوم وابوه مش جنبه، بنتي كذلك بيروحوا يجوا مش جنبه، في العيد مش معان، في الموسم مش معان، في رمضان مش معان. احلى ايام حياتنا بنقضيها لوحدين.
فتفتكروا بالفرض ان احنا فعلا، لو انا فعلا معايا فلوس وجوزي بيبقى جاي بيجيب ال100,000 وال200 وال300، انتوا مش عايزين له مثلا يبقى معاه فلوس؟ انتوا عايزينه يبقى دمار من كله، يبقى مش لاقي ياكل وكمان مغترب؟ انتوا عايزينه صفر من كله يعني مثلا؟ طب انا لو معايا فلوس يعني انا كنت عملت بيها حاجات ناقصاني كتير. انا بجد مش عارفه اقول لكم ايه، انا فعلا شفقانه عليكم اقسم بالله، عشان حسناتكم دي يا الله بتتاكل اكل رهيب. انت يا حبيبه قلبي يلا حافظه القران، انت لا تفقهي شيء، اتمنى ان الفيديو ده يقع معاك وتسمعيه فعلا، وروحي عيدي حفظ القران من اول وجديد، وروحي شوفي ربنا قال ايه على الحسد، وروحي شوفي ربنا قال ايه على الغيبه والنميم، علشان تبطلي تغبي وتنمي على طول، ما بتضيعيش وقت، ما بتضيعيش، تموت ان ما جبت سيره الناس، تموتوا تتقهروا كده ان ما اتكلمتش عن دي ودي. يا لو فيكم كميه حقد، فيكم كميه برود، فيكم كميه يعني مش عارفه والله، وحياه ربنا ما لاقيه اي كلمه توصفكم، اقسم بالله حقيقي مش لاقيه كلمه اوصفك بيها بجد. انتي فظيعه يا شيخه، ايه ده؟ انا مش عارف 4 كيلو سام يا حبيبه قلبي، ده انت بتبيعي السمن نفسه كله، انت عندك البقره نفسها في الدكان جوه في التلاج في السوبر ماركت بتاع، انت التلاجة عندك ما شاء الله فيها كراتين سمن، يعني هتتكلمي على 4 كيلو سمن بلدي؟ والله ما 4 كيلو، 4 الا ربع على فكره عشان اكون صريحه معاكم. بطلوا يا جماعه نجيب سيره بعضينا، بطلوا نغيب الغيبه والنميمه، والله العظيم لو كل واحد فضل مع نفسه وفي حاله لا نبقى بصي ولا كلمه، هنبقى حرفيا مية مية. ده كان نهاية الفيديو، وهنا طبعا البوتاجاز شايفينه عامل ازاي، كان وحش جدا، وحش وحش وحش. ونسيت اقول لكم كمان بيتكلموا انا بقبض على اليوتيوب، يا جماعه قبض ايه يا جماعه؟ ده لسه ما كملش 1000 مشترك وعندي 4000 ساعه شغل، 4000 ساعه لازم اخلصهم و1000 مشترك. يوتيوب ايه بس يا جماعه؟ شوفوا حد زي الناس والله العظيم لو انا فعلا كده وهتنقوا عليا ما هزعل، ما كنتش هزعل فعلا ان انا استاهل النقد، بس انا والله العظيم انا محسوده على الفاضي، انا محسوده على الفاضي. بطلوا تنقوا وبطلوا تحسدوا، لان اقسم بالله اللي انتم متخيلونه في دماغكم، اللي انتوا فاكرينه عني مش حقيقه مش حقيقه مش حقيقه. واتمنى ان انا اللي انتوا متخيلونه عندي والفلوس اللي معايا، اتمنى من رب العزه يكون انا فعلا معايا الفلوس دي، واتمنى ان انا اقبض من اليوتيوب، عشان انت يا فقيره اللي ما معكيش تجيب 4 كيلو سمن، اقسم برب هجيب لك ال4 كيلو سمن. عايزه حاجه تانية طالما انت فقيره كده وما معكيش تجيب 4 كيلو سمن؟ بجد يا جماعه انا بشكر الناس الفقير، انتوا احلى ناس اقسم بالله، انتوا اكتر ناس عينكم ملان، انتوا اكتر ناس فعلا بتخافوا من رب العزه فعلا. وكده بعد نهايه الفيديو، انا في اليوم ده فعلا بقول لكم انا اقسم بربي كنت يعني انا كنت بموت فعلا، بس الحمد لله عدت على خير، وده كان اخر الفيديو. اتمنى يا جماعه اللايك والشير لو وصلت معايا لحد هنا، واشتراك في القناه. دمتم بخير يا حبايب قلبي الناس الحبيب، والسلام عليكم.